يعني حاجه محترمه، يعني حاجه ليها كيان، يعني اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي فيها مبادئ واحترام. في حاجه اسمها موقع جماهير الاهلي يجي كابتن الفريق اللي هو بيمثل زي الاداره بالظبط، ينفع؟ اكيد لا، فده معناه اللي هو مأجور، واعلم تماما اللي بيروح لهم هدايا من وان والجزيره في نفسه، واول مره في حياتي اقول الكلام ده. لا ودي لهم هدايا الكلام ده. اتمنى ندي القراريه. الاهلي لكم تحديدا واحمد بيديهم صاحب الموقع الاثنين اللي بيكتبوا، واحد اسمه احمد سعد وواحد ثاني صحابه وائل جمعه وصحاب امير عبد الحميد وصحاب احمد حسن بيودي لهم هدايا. وبقول لكم مانو الجوزيه هم كمان ودوا له هدايا لماريو وهم يعلموا الكلام ده تماما. طيب ممكن تكون الهدايا دي يعني بصفه وديه مالهاش علاقه باللي بيجي؟ وديه مره بين 14 احنا ده يعني نوع سعيد الحب يودوا هدايا كمان. طيب هتيجي تتكلم. انا مش عايز اوضح بس مش عايز اقول كمان ارقام بتدفع، يعني انا لغايه كده هم يعلموا تماما اللي بقوله. ولو هم بيتحاسبوني بالكلام ده ولقيتهم بيكتبوا حاجه ثانيه هضطر اقول بقى ارقام وناس وممكن ادخلكم في مكالمات تليفونيه تسمعوا يعني. لان انا قلت ايه؟ انا نفسي كل اهلاوي دلوقتي يكون سامعني او بيقرا الحوار يكون مهتم باللي انا هقوله ده. اي حاجه تنتمي موقع اسمه جماهير الاهلي، يعني النادي الاهلي، يعني المبادئ، يعني الاحترام، يعني الاخلاق. يعني لما انت بتهاجم كابتن الفرقه اللي هو رمز الاهلي وراه ايه؟ لعبه بتسعى على الشارع مش هتاخدها. انا بريحهم مش هياخدوها اللي انت تسعى قالوا مش هينفع يديها لهم، لان في قبليهم اسامي كبيره لعبت جوه النادي الاهلي. دي واحد. اثنين، في حاجه اسمها موقع مع كابتن الفرقه اللي هو مش لعبته. ما حصلتش والناس عارفه ان انا بحب النادي وبحب الجماهير وبحب لعيبتي واطلع ادافع عن اللاعب الوحيد اللي كان بيطلع يدافع عن كل قنوات. فاهمه؟ فبيقولوا